السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة من وصفات نميشة. إن شاء الله تكونوا كاع لاباس وبخير وبصحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم هي حلوة البابا اللي كنت درتها معكم العام اللي فات وما لقاتش حظ واسع من المشاهدات. راني عاودتها معكم اليوم لأن الوصفة راهي ناجحة وتجي مشربة وتجي بنينة بالبزاف، وأيضا بمقادير اقتصادية وطريقة تحضير سهلة. قبل ما نبداو ما تنساونيش الاخوات نتاعي باللايك والبارطاج الوصفه واشتراك اذا كنتي جديده. نبداو لهنا بالمقادير، وراني راح نحط لكم المقادير في صندوق الوصف. كما قلت لكم الوصفه جد سهله وبسيطه. عندي نصف كاس نتاع الحليب يكون دافئ، ونضيفوا معاه ملعقه كبيره نتاع خميره العجين، ونضيفوا معاه ملعقة كبيرة نتاع سكر حبيبات. راح نخلطوا هاد المكونات جيدا ونخليهم على جنب تتفاعل هذيك الخميرة قيس واحد 5 دقائق من هكذاك. راح نحطوها هكا ويكون الحليب دافئ. وهنا نجيبوا 2 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وراح نحط معاهم لافاني. وبالمناسبة هنا ما كانش عندي مبشور الليمون، وانتم تضيفوا مبشور الليمون ولوزاز دو سيترون يجي بزاف هايل. انا ضفت هنا مبشور البرتقال، ولكن مبشور الليمون يجي بزاف مليح مع البيض، يعني ينحي هذاك زفارة البيض. هذه هي. نحركو جيدا هاد المكونات هكا وغير بالفوي، ونضيفو هذاك الخليط نتاع الحليب والخميره نتاع العجين والسكر، نضيفوها نخلط جيدا حتى يمتزج لنا هذاك البيض مع الحليب والمكونات. وهنا جاء وقت الفرينه. عندي لهنا كاس ونصف نتاع الفرينه. راح نخلط الكاس الاول، ندخلو مليح في هاد العجينه، ونضيف نصف الكاس الاخر. وراح تشوفوا معايا قوام العجين اللي راح نتحصلوا عليه هنا نصف الكاس الاخر. بالمناسبه الكاس يرفد 220 مليلتر. هنا راح نخلط هاد العجينه ما تجيش متلوقه، وايضا ما تجيش يعني ناشفه بالبزاف. راح تشوفوا القوام تاعها تجي متلوقه غير بالفوي. راح نخدموها مليح هكا حتى تمتزج لنا مليح هذيك الفرينه في الخليط نتاعنا وما توليش باينه. شوفوا القوام نتاعو الان. في هذا الاثناء راح نجيبو هنا حوالي 60 غرام الى 90 غرام نتاع الزبده. يعني عندي هنا حوالي 60 غرام بالضبط. قطعوها الى قطع. عندي انا استعملت زبده عاديه ولا لا مارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه. رايحين نكسروها بهذه الطريقه ورايحين نخلطوا هكا حتى تندمج لنا مليح في هذه العجينه، ما توليش باينه تماما، يعني الزبده ما توليش خلاص باينه، هذوك الكتل يعني يروحوا. في ذلك الوقت نحبسوا الخلط. وهذا هو قوام العجين اللي تحصلنا عليه، يجي يعني قاصح على المادلان. هذه هي. راح نجبدوا هذوك الاطراف نتاع الوعاء نتاعي بهذه الطريقه باش نديروها تتخمر. ايضا هنا عندي غلاف بلاستيكي راح نغطيوها مليح ونوضعوها في جانب يكون يعني في المطبخ يكون عندنا شويه سخون، لانه رانا في وقت شويه بارد، فلهذا نوضعوها تختمر تكون البلاصه دافيه. هنا نروحوا للشربات. عندي كاس الا ربع نتاع السكر، وراح نضيف عليه بشور البرتقال، ونضيف يعني اون ترانش دو سيترون، يعني قطعة من الليمون، ونضيف عليه 2 كؤوس من الماء إلى 2 كؤوس ونصف، يعني يتشربوا مليح هاد الكمية الوافية نتاع هاد اللي درتو معاكم، يعني يحتاجوا كاس ونصف. انا زدت يعني ديروا نتوما كاس ونصف باش يتشربوا لكم مليح وما يجيكونش ناشفين، لانه كما تعرفوا حلوه البابا لازم تكون مشربه مليح. هنا بعد ما اختمرت لينا هاد العجينه راح نجيبوا هذوك الوعاء اللي نديروا به لي كاب كيك، ندهنوه مليح بالزبده. البنات دهنوا القالب نتاعكم جيدا هكا باش ما يلصقوش معكم هاد لي ماد عفوا هاد لي بابا في الوعاء. هذه هي. راح نهبطوا هذاك الخمور اللي اختمرت لنا هاد العجينه بهذا الشكل،
ونوليو نعمرو هاد لي كاب كيك، نعمروهم يعني قيس النصف اخواتي. هنا للامانه انا عمرتهم شويه، كي يزيدوا يطيبوا راح يتنفخوا ويخرج لهم يوليو مقبين، وايضا بعد ما يطيبوا راح كي نشربوهم تاني يزيدوا في الفوليوم، يعني يوليو كبار ينتفخوا بهذاك لو سيرو. فلذلك عمرهم غير للمنتصف. انا هذوك الزوج الاوائل اللي عمرتهم المنتصف جاو هايلين. هنا هاد الكميه تكفيكم لهاد القالب. قالب يعني فيه 4 على 3، يعني 12 حبة. نورمالمون تعمر لكم 12 حبة، أنا عمرت لي 11 حبة لأني عمرت يعني كاين اللي عمرتهم بزاف، فانتوما دي عمروهم يعني للمنتصف فقط، ما تقولوش هابطين بزاف، لا دوكي عفوا يطيبوا معاكم في الفرن راح ينتفخوا وراح يزيدوا في الشكل نتاعهم. هنا دخلتهم على فرن درجة حرارة 180 حتى 190 درجة، يتحمروا ياخذوا هذاك اللون الشباب. وهنا جبت هذوك الأوعية اللي كامل عندنا في المنزل، راح نزين بهم هذاك لي بابا كي وجدوا معايا، ونجيبوا السيرو نتاعنا اللي درناه يطيب معنا يعني حوالي 5 دقائق. كي يبدا يعني يطبخ في الغليان نحسبوا 5 دقائق ونطفيولو ويكون معنا جاهز. وكتروا من برش البرتقال وبرش الليمون. هذه هي راح نعوموا هاد لي بابا تاعنا. شوفوا كيفاش جاو وتحمروا لنا وجاو هايلين، وشوفوا كيفاش ينتفخوا معنا، يعني يطلعوا الى الفوق ويتقبوا معاكم هكذا بالزبده، ما راحش يحصلوا معاكم. وراح تخليوهم هكا حوالي دقيقة إلى دقيقتين تقلبوا فيهم. هاد لو سيرو هذا راح يشربوه البنات، يعني لو كان تغفلوا عليهم أكثر من دقيقتين راح تصيبوا هذاك لو سيرو ما بقى لكمش باش تشربوا يعني الآخرين. فلذلك يعني قيس دقيقة نتاع دقيقة من الزمن ونحوهم كيما راكم تلاحظوا. واذا من بعد اذا شت لكم هذاك لو سيرو زيدوا فرغوا في هاد الاوعيه، ولا زيدوا في يعني اللي شط لكم زيدوا فرغوا كل وحده معلقه من الفوق هكذا باش ما ترميو والو، ولكنه هو ما يشتش تماما، يعني يجي سوا سوا. هذه هي درتهم في هذه الأوعية باش نزينهم. أنا عندي هنا شوية فواكه، واللي ما عندهاش يعني تكتفي بالتزيين تاع لا شانتيي من الفوق وفقط يجي بزاف هايل. أنا اختاريت لكم هذا التزيين البسيط، يعني عندي حبة نتاع البنان وما با 10 حبات نتاع لي فراز. هذه هي قسمتهم على 4 كما راكم تشوفوا، يعني الحبة تاع الفراز قسمتها على 4، والحبه نتاع البنان كما راكم تشوفوا الدائره نصفها. هنا كما راكم تشوفوا حضرت هاد لا شانتيي، يعني طريقه سهله باش توجدي لا شانتيي. عندي نص كاس نتاع بودره شانتيي في نص كاس نتاع نتاع الحليب ولا الماء كافيه، يعني نصف كاس نتاع بودره الشانتيي كافيه باش تزيني هذا المقدار نتاع لي بابا. هنا هذاك يعني مربى نتاع المشمي نتاع البرتقال اختاريته لانني راني نكهت لي بابا تاعي بالبرتقال. وهنا راني ندير في يعني سواء يكون عندكم الناباج باش تحافظوا على الفواكه نتاعكم ويقعد الشكل تاعها مليح، يعني وما تقرص لكمش وما تفسدش معاكم. هذه هي سواء عندكم عسيله دهنوها بهم، سواء عندكم يعني غلوكوز وعسل، سواء عندكم ناباج كما تحبوا واللي متوفر عندكم. اللي ما عندهاش دير عسل. شوفوا هنا معايا لي بابا كيفاش جات، يعني في هذوك الاوعيه ما جاتش باينه بلي سيتون بابا، وانا حبيت الغوسات تكون سهله وتجي يعني لانه هذوك الكؤوس كامل البيوت الجزائريه عندهم ويعني يتباعوا بسمه معقوله بسعر معقول، فلهذا فضلت انني ندير حبه في صحن كيما راكم تشوفوا معايا باش تشوفوها عن قرب كيفاش جات مشربه وتجي بزاف هايله. واللي حبت هذا التزيين يعني تكتفي بوضعهم في صحون صغيره نتاع ليطاس وتزينوهم كيما تحبوا. خليت لكم الاختيار، ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير في وصفه اخرى جديده.